غنقدم لكم فطائر بلا عجين بلا خمير بلا فرن بلا اي حاجه، عجائن اللي واحد الشيء سري اللي هو البغرير اللي كيبقى لنا لما لا نستافدوا منه. فكتجي الفطائر ديالو جميله كتجي بحال كانها عجين على هذا الشكل هذا. صدقني ملي كتنزلها الضيوف ديالك ما كيعرفوش باش معدلين، يعني كتكون سيربرايز بالنسبه لهم. اذا نتبعوا الطريقه والمقادير ان شاء الله. نخليكم مع الفيديو. ما تنساوناش من لايك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. اليوم غادي نقدم لكم واحد الفطائر هائلين جدا، اللي كيذوقهم كيعجبوهم. هي فكره زوينه بزاف، يعني ماخوذه من القطايف الحلوين اللي كيديروا الشاميين. المهم كنحتاجوا لهاد الفطائر لذاذ جدا، لذاذ وسهلين، يعني الضيوف الغفله بسرعه كيوجدوا. عندنا بغرير صغير، ما يكونش كبير بزاف، يكون متوسط. بعض الاحيان كنديروا بغرير وكيبقى لنا هذه الطريقه هائله باش تعاودوا تستعملوا البغرير اللي كيبقى لكم. اذا عندنا هنا فلفله حلوه، عباره عن فلفله حمراء، صفراء، خضراء، بصله مشلضه، والقزبر والمعدنوس. عندي في التوابل شويه د الملحه لان عندي التونه مالحه، وعندي البغرير مالح. غنعملوا شويه ديال الملحه، شويه ديال البابريكا مخلطه مع شويه ديال الحار، البابريكا الحمراء ولا الفلفله الحمراء ولا الحمراء، في بعض المدن كيقولوا الحمراء. وعندنا شويه ديال الخرقوم بلدي، عندنا شويه ديال الزنجبيل او السكنجبير، وعندنا الفلفل الاسود او الابزار، وعندنا وحلطه ديال التونه بلا صوص، وعندنا انا كنديرهم في مكعب ديال الصلصه. انا كنديرو في هذوك ديال الثلج، كيبقى لي بهذا الشكل، كتبقى لي مده طويله ما كيوقع لها والو. اذا نبداو على بركه الله. تشحر هي الاولى. انا جمعت كلشي في طبسيل واحد باش يسهل عليا الامر، باش ما نكثرش في المواعن. اذا الان غادي نضيفو الفلفله الاولى. الا ما كانش ملونه لقيتو غير الحمراء ولا الخضراء ماشي مشكل، ما كنصعبوش الامر. الا كانت الذره حتى هي كتجي زوينه بزاف. من بعد ما بدا كيدخلوا الطياب الفلفله ديالنا راه نزل هود، غنضيفوا الان التوابل ديالنا كلها سبق يتكاثرها، خلطوها مزيان. روائح هائله. غنضيفوا المكعب ديال اللي قلت لكم الصلصه المركزه. ما كنعملش مطيشه لانني ما كخصنيش تجي، يعني يجي فيه الماء، خصني يكون خالص من الماء. غندير له شويه ديال الماء، شويه باش ما تحرقناش ديك لاصوص. خلاص دابا طفينا
عليها ونطفو عليها ونعملو المعدنوس. انا كيعجبني يكون باين، يعني يكون باقي باين. انا كنقول لكم الا بغيتو الفطور فيه كانت المده قصيره جدا. نعمل بهذه الطريقه. هذا كيعجبني المعدنوس او البقدونس يكون ظاهر ويكون ماشي طايب بزاف باش كتبقى الفوائد ديالو. الان كنضيفو التونه ديالنا. كنضيفو التونه ديالنا. اذا كنبداو على بركه الله. كناخذوا البغريره ديالنا على هذا الشكل. كناخذوا الحشوه ديالنا، واحد الملعقه، جوج معالق. كنجيو للحاشيه كنتمنى يكونوا كيظهروا. وانا استعملت شي يقولوا له، انا غنستعمل السميده هي اللي غادي نستعمل باش نشد بها. نعملو بهذا الشكل هذا و كنسكيو عليه، كنقرصو عليه بهذا الشكل باش ما يتفتح ليناش. حنا راه عملنا الماء بهذا الشكل هذا. كنديروه في البيض، كنديروه في السميده ديالنا، في السميده مزيان. انا مجربه السميده، كنتمنى تكون كتظهر لكم على هذا الشكل. وها هو الفطيره ديالنا كتولي على هذا الشكل. غادي ندوزو للوحده الثانيه. كنعمرو ملعقه، 2. نتوما تقدروا تعملوا حتى ندير شويه ديال الدقيق، نسيت. كندير الدقيق ماشي دقيق باش يشد. بهذه الطريقه هذه. كنتسكيو في الاول هكا، ومن بعد كنقرصو مزيان بهذا الشكل هذا. حنا هوادين وحنا كنقرصو بهذا الشكل. هو كيشد بعضو لانه بيدو عجين. وكنردوه في البيض، كنعملوه في البيض وكنعملوه في السميد ديالنا بهذا الشكل. كيجيو هائلين. ها اللي كيذوقهم كيحمق عليهم لان ما فيهمش بزاف ديال الخدمه. كيكون عندنا حنا البغرير كيكون في الدار، يعني في اي دار مغربيه نلقاو عندها بغرير. اذا كنحاولوا ما نقلبوش بسرعه الفطائر ديالنا، كنخليوهم حتى يشدوا راسهم مزيان عاد كنقلبوهم. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر ديالنا. كيجيو هائلين، وفكره على اننا نعملوا بغرير نستافدوا منه ما نضيعوهش. كيجي هائل جدا. غادي نقطع لكم وحده باش تشوفوها. اذا ملي كنساليوهم وكنقليوهم ما كيجيوش شاربين زيت بزاف، فاحنا كنرشوا عليهم شويه ديال الجبن الاصفر مبشور، وكنزوقوهم الزواق على حسب الرغبه. اذا غادي نوريكم كيفاش جاو من الداخل. هذه هي الطريقه ديالهم. كيجيو هائلين. اذا كنتمنىكم تجربوهم ويعجبوكم وتردوا علينا الخبر.
ان شاء الله.